السلام عليكم متابعينا الأعزاء. هل تتذكرون الفنانة الجميلة ليلى طاهر؟ لن تتخيلوا كيف أصبحت بعد غياب طويل، لكن قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. ظهور مفزع ومثير للشفقة للفنانة الجميلة ليلى طاهر، لن تصدق كيف غدر بها الزمان وغير ملامحها الجميلة، وهكذا بدت. تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة الكبيرة ليلى طاهر أثناء تجولها داخل أحد معارض أدوات التجميل، وظهرت ليلى طاهر من خلال الفيديو هي تتكئ على عصا لعدم استطاعتها الحركة بشكل طبيعي نتيجة لتقدمها في السن. وحاولت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر إخفاء العصا أثناء تصويرها لحرصها الشديد على الظهور أمام جمهورها بشكل طبيعي، إلى أن الفيديو تم تصويره بشكل مفاجئ ولم تستطع الفنانة ليلى طاهر إخفاء العصا، وظهرت وهي تتكئ عليها، فيما حاولت بعد ذلك إخفاء العصا أثناء طلب البعض التقاط الصور التذكارية معها. كما ظهرت ملامحها متغيرة كثيرا وظهرت عليها علامات الشيخوخة والتجاعيد. الفنانة ليلى طاهر في حالة من الحزن الشديد بين محبيها، وكانت تستعين بعكاز تستند به، وقد تعاطف العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنانة القديرة ليلى طاهر وقاموا بالدعاء لها بالشفاء العاجل. وانتشرت مجموعة من الصور للفنانة القديرة ليلى طاهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة ظهورها الأخير الذي فاجأ جمهورها ومحبيها بعد غياب طويل عن الساحة الفنية. عند ظهور الفنانة ليلى طاهر في الصور المنشورة أصبحت ملامحها متغيرة تماما، حيث ظهرت عليها علامات الشيخوخة بشكل ملحوظ، وكذلك غزت التجاعيد وجهها ورقبتها، مما أدى إلى ظهورها بشكل مختلف تماما عما تعود عليه الجمهور. ويذكر أن ليلى طاهر أعلنت أنها اتخذت قرار الاعتزال ولا رجعة فيه، وفي تصريحات لها قالت أنها تحب الفن لدرجة العشق، ولكن قدمت كل ما عندها وتركت التاريخ سيعيش حتى مئات السنين، وبذلك يكون مشوار الفني انتهى، ويجب أن أترك الراية الفنية للجيل القادم لاستكشاف ليلى طاهر مرة أخرى. لن تصدق من هو ابن الفنانة ليلى طاهر المشهور، ولن تصدق من هي زوجته الفنانة المشهورة، ولن تصدق كم عدد أزواج الفنانة. هي واحدة من جميلات الزمن الجميل، واستطاعت أن تترك بصمة في الأدوار المميزة التي شاركت فيها، فجابت على الشاشة استمرت معها لآخر أعمالها. اعتبرت الممثلة المصرية ليلى طاهر التي تبلغ من العمر 82 سنة من أبرز وأجمل الممثلات المصريات الجميلات اللواتي تركنا بصمة في الدراما العربية. أما عن أزواج الفنانة ليلى طاهر، تزوجت الفنانة ليلى طاهر 6 مرات. في المرة الأولى تزوجت الفنانة ليلى طاهر في سن 18 سنة من رجل الأعمال محمد الشربيني، ولها منه ولد وهو أحمد، إلى أن هذا الزواج لم يستمر طويلا. تزوجت من المخرج حسين فوزي وانفصلوا بعد فترة قصيرة دون أن يثمر هذا الزواج عن أي أبناء. أما زواجها الثالث فكان من الصحفي نبيل عصمت، لكنه لم يدم أكثر من عام. ثم تزوجت الفنانة ليلى طاهر للمرة الرابعة من الفنان يوسف شعبان، وانفصل 3 مرات خلال علاقة استمرت 4 سنوات. ثم تزوجت الفنانة ليلى طاهر من الموسيقار خالد الأمير، وانفصلت عام 1981 بعد 10 سنوات من الزواج. بعد انفصالها عن الموسيقار خالد الأمير تزوجت شخصا من خارج الوسط الفني، ورغم تعدد زيجات الفنانة ليلى طاهر إلا أنها لم تنجب سوى ابن واحد وهو أحمد، وهو من زوجها الأول محمد الشربيني. وتلقت الفنانة ليلى طاهر 50 عرضا للزواج بعد انفصالها الأخير، ولكنها رفضتها جميعا وقررت التفرغ للفن. الابن الوحيد للممثلة ليلى طاهر تزوج من الفنانة المصرية عزة لبيب التي اشتهرت في مسرحيات الفنان محمد صبحي، ولديها 3 أبناء هم إيمان وشريف وعلياء. على امتداد الأيام والأسابيع الماضية انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا عدد من الصور للفنانة الجميلة ليلى طاهر بصحبة حفيدتها وزوجة ابنها، وتفاجأ الجميع بزوجة ابن الفنانة ليلى طاهر، فهي فنانة شهيرة والمعظم لم يكن يعرف أن هناك صلة قرابة بينهم. ليلى طاهر شاركت عزة لبيب في كثير من الأعمال الفنية، ومنها مسلسلات أرابيسك وزيزينيا وأوراق مصرية وبرج الأكابر وهبة رجل الغراب، وآخر أعمالها حتى الآن هو مسلسل قوت القلوب.
اليوتيوب مع الفنانة ماجدة زكي. وتصدرت أخبار حول عنوان بوفاة الفنانة المصرية القديرة ليلى طاهر، وأيضا بتر قدم الفنانة ليلى طاهر، ولجوء الفنانة إلى تركيب قدم اصطناعية على محرك البحث، إضافة إلى لجوء البعض لنشر فيديوهات على اليوتيوب حول هذا الموضوع. الحقيقة هذا الخبر ليس له أساسا من الصحة، إذ كانت الممثلة القديرة قد طمأنت الجمهور وكل محبيها عن صحتها في أكثر من برنامج تلفزيوني، وأشارت إلى أن كل ما يقال عن هذا الموضوع لا حقيقة له، مشيرة إلى أن كل هدف مطلقها ترند من دون النظر لأي اعتبارات إنسانية. وإن فعلت الفنانة ليلى طاهر بعد ترويج شائعات عن حالتها الصحية ووفاتها خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطمأنت الفنانة الكبيرة جمهورها وقالت في تصريحاتها الأخيرة: أنا بخير ولا أعرف مصدر الأخبار الغريبة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فمرة يقول إني توفيت ومرة أخرى يقول إن أنا بترت قدمي، ولا أعرف لماذا يريدون تشويه الفنانين. حتى الزعيم عادل إمام طالته شائعات لدرجة أنني قررت أنه دخل المستشفى، وهذا غير حقيقي تماما وما يفعله سخيف للغاية. ومنذ فترة تعرضت الفنانة ليلى طاهر لإصابة أدت إلى كسر في القدم بعد سقوطها المفاجئ عليها إثر فقدانها الاتزان، وتم نقلها إلى المستشفى وخضعت لعملية جراحية في قدمها. ليلى طاهر اسمها الحقيقي شروت مصطفى إبراهيم فهمي، وهي من عائلة تمتد جذورها إلى أصول تركية، وهي من مواليد سنة 1942، واهتمت أسرتها بتعليمها حتى حصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وكان من المفترض أن تكون أخصائية اجتماعية كما كان يخطط لها والدها، إلى أن اتجاهها للفن أثناء دراستها بالمعهد حال دون تحقيق مخطط أبويها. بدأت الفنانة ليلى طاهر حياة الشهرة مذيعة مع بداية إرسال التلفزيون المصري عام 1960، حيث جمعتها لقاءات ومواقف عديدة بالمخرج التلفزيوني روبير صايغ، حيث ساعدها وشجعها وأهلها حتى أصبحت مذيعة ناجحة لتقدم العديد من البرامج الهامة، كان من أهمها وأبرزها برنامج مجلة التلفزيون الذي استمر تقديمه فترة طويلة حتى بعد أن اكتشفها رمسيس نجيب ليختار لها اسم بطلة من بطلات روايات إحسان عبد القدوس، فاختارت ليلى لحبها وعشقها الشديد للمطربة الراحلة ليلى مراد. وقالت الفنانة ليلى طاهر: بدايتي كانت في السينما من خلال فيلم أبو حديد الذي أديت فيها أدوار البطولة مع الفنان فريد شوقي، وقد تم إنتاجه وعرضه في عام 1958 قبل العمل بالتلفزيون المصري الذي لم يفتتح إلا في عام 1960، أي بعد فيلم أبو حديد، رغم ابتعادها عن الوسط الفني منذ أكثر من 10 أعوام، إلى أن قرار اعتزال الفنانة ليلى طاهر كان بمثابة مفاجأة للجمهور الذي كان ينتظر منها أعمالا مناسبة، لكنها أعلنت بشكل نهائي اعتزالها العمل الفني وتفرغها لأسرتها واقتناعها بهذا القرار الذي وصفته بأنه لا رجعة فيه. وتحدثت الفنانة ليلى طاهر عن تفاصيل قرار اعتزالها الفن، وقالت: لن أتراجع عن قرار الاعتزال وتفرغ لحياتي العائلية، وجربت من عائلتي وأصدقائي. وتابعت الفنانة ليلى طاهر: الأعمال التي بتتعرض علي لا تناسبني ولا تناسب سني، يكفي ما عملته من تاريخ ومفيش داعي إن أعمل أي حاجة لمجرد التواجد. وأوضحت الفنانة ليلى طاهر أن سبب اعتزالها هو أنها تحترم نفسها وجمهورها ولا تعمل لمجرد الحصول على فلوس، مؤكدة أنها مستمتعة بحياتها. اكتفيت بما قدمت في تاريخي وأحترم جمهوري ويكفي ما قدمته. انتهى الفيديو، لكن قبل المغادرة لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.